السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في الستراكشرال ديزاين باترنز. الحمد لله يعني نعتبر شرحنا كده الادابتر ديزاين باترن والفيسيد ديزاين باترن، واتكلمنا على الاختلافات ما بينهم. المره دي ان شاء الله هنتكلم على الديكوريتور ديزاين باترن، وده من الديزاين باترنز المعروفه يعني، او الناس دايما بتتكلم عليها في الستراكشرال ديزاين باترنز، وغالبا بتواجهنا يعني ساعات في الشغل، وهندي امثله على حاجه زي كده. اول حاجه نتكلم على الاوتلاين، هنمشي ازاي، هنتكلم ازاي، ايه اللي هنتكلم عليه في الفيديو. يعني اول حاجه هنعمل ريكاب على يعني ايه ستراكشر ديزاين باترنز. كل فيديو بحاول ان انا اعمل ريكاب بحيث الناس تريفريش مخها، ولو حد لسه بيشوف الفيديو مش ماشي بالتسلسل بتاع الفيديوهات بتاعه الديزاين باترنز، يقدر ان هو يفهم احنا بنتكلم على ايه. بعد كده هنشوف زي مثال من حياتنا يعني كده، اللي انا يعني انا بعتقد ان كل حاجه بنستخدمها في التك يعني هي تعتبر مستوحاه من الحقيقه او مستوحاه من الطبيعه يعني. فهنشوف اي مثال كده قريب تقريبا من الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنواجهها يعني، ونحاول نحلها بالايه بالديزاين باترن ده. بعد كده نتكلم على كلاس دايجرام، نبدا نخش في الكود امتى بنستخدمه، نبص على ريل بروجرامينج سيناريوز، ونبدا نبص على البيت فولز والنوتس. ولو الكونتنت عجبكم تقدروا ان انتوا تعملوا سبسكرايب وشير وكده، ولو في اي اقتراحات او في اي نوع من انواع الاخطاء لاحظتوها في الكونتنت يا ريت تنبهوني لده، وانا هكون سعيد جدا بان انا اسمع اقتراحاتكم. سريعا كده، يعني ايه ستراكشر ديزاين باترن؟ احنا اتكلمنا ان ستراكشر جاي من كلمه ستراكشر، التركيب بتاع المكونات مع بعضها. عندنا شويه اوبجكتس، عندنا شويه كلاسز موجوده في الكود بتاعنا، ازاي نركب الحاجات دي على بعضها باحسن طريقه. اركبها ليه باحسن طريقه؟ عشان بعد كده ده يسيرف معايا، او ده يبدا ان هو ايه يساعدني قدام في حته التستابيليتي، ان انا لما اجي اعمل تيستنج او اعمل يونت تيستنج تبقى الدنيا بالنسبه لي ماشيه كويس. مينتينابيلتي، نفس الفكره في الاكستندابيلتي، ان انا عايز اكستند الكود بتاعي قدام، اقدر ان انا اعمل اكستند من غير ما انا ايه اضطر ان انا اعدل في كذا حته، او ان انا ابوظ كذا حته لما اجي اعمل تعديل والكلام ده كله، اللي هي المبادئ العامه بتاعت الايه الاوبجكت اورينتد اللي احنا بنحاول نتبعها على قد ما نقدر. المثال الواقعي اللي هنبدا نتكلم فيه ببساطه كده، فنفترض ان انت شخص عادي جدا يعني، فنفترض ان الشخص ده مثلا اسمه محسن مثلا. محسن ده عايز ياكل بيتزا، فبكل بساطه محسن هيروح لمطعم البيتزا ويقول له انا عايز اكل بيتزا. اوكي، فالمطعم هيبعت له المنيو زي اي مطعم بتروحه وتبقى عايز تاكل فيه، بيديك المنيو، وبعد كده تبدا انت تشوف المنيو فيها ايه عشان تبدا تختار الاوردر اللي انت عايزه. فمحسن بص في المنيو، وبعد ما بص في المنيو لقى ان هو في اوردر معين في دماغه عايز يعمله، مثلا زي مثلا في فطيره مشهوره مثلا، ان هي مثلا ايه فطيره سجق كيري مثلا، او صدق كيري يعني بما اني اسكندراني. فصدق كيري دي مثلا هو ما لقاش غير فطيره صدق وفطيره كيري، فهو عايز يعمل فطيره صدق كيري. فبيروح يقول للكاشير اللي قاعد انا عايز اعمل فطيره صدق كيري، بس الكاشير الراجل عاجز مش عارف يعمل حاجه، ما عندوش كاستم اوردرز، هو مش عارف هيدوس على ايه في البروجرام اللي عنده او في الشاشه اللي موجوده قدامه عشان يبدا يختار ان هو عايز الفطيره دي يكون في فطيره كاستم مثلا، فيحط عليها اضافات او كده. يعني في بعض المطاعم بيبقى عندها المشكله دي، فهو ما بيبقاش عارف لما يضيف لك الاضافه دي المفروض الكوست يبقى عامل ازاي. هو ما عندوش الاوبشن ده، هو عنده بيتزاز معينه ما فيش حاجه كاستم، هو المنيو اللي قدامك دي يا اما تاخد منها، يا اما لو انت عايز حاجه كاستم دي مش موجوده، السيستم بتاع المطعم ده مش بيقدر ان هو ايه يقدم حاجه زي كاستم اوردر يعني. فطبعا محسن ده هيتعصب وهيتضايق لان هو عايز كاستم اوردر، فالمطعم هيبدا يلاحظ ان في ناس كتيره بتبقى جايه عايزه كاستم اوردرز، والزبائن بدات تطفش كده بالبلدي يعني. فبكل بساطه هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يشوف ايه عايزين ان احنا ايه حد يعمل لنا المشكله دي، او عايزين ان احنا يبقى عندنا طريقه معينه نقدر بيها ان احنا نعمل كاستم اوردرز في السيستم بتاع المطعم يعني. فيروحوا يكلموا المبرمج اللزوز اللي زي حالاتي وحالاتكم يعني. المبرمج دوت بيجي، وبعد ما بيجي بيبدا ان هو ايه يقول لهم والله لو انت بقى فاهم انت بتعمل ايه، هتبدا ان انت تقترح عليهم حلول، او تبدا ان انت تبقى فاهم ان دي مشكله كومن معروفه. لو انا عندي اوبجكت وعايز اديكوريت الاوبجكت ده، يعني انا عندي بيتزا، عندي فطيره، عندي ايا كان، وعايز اعمل ديكوريشن، عايز اعمل حاجات اضيفها على الاوبجكت ده، تمام؟ فازاي ان احنا نعمل ستراكشر مظبوطه في الكود بتاعنا بحيث ان هي تساعدنا في حاجه زي كده. فالبروجرامر او الديفلوبر او ايا كان المسمى اللي عايزين تسموه هيبدا ان هو يحاول يحل المشكله دي بكل بساطه. هنعمل ايه؟ هيبقى عندنا في الاوبشنز بتاعتنا عندنا في بيزك بيتزا، ماشي. بيزك بيتزا دي اللي هي بيتزا عاديه خالص، بيزك ما فيهاش اي اضافات. ويبدا ان هو يحط يعني المنيو بدل ما هي كانت مثلا بيتزا بكذا وبيتزا، يعني مثلا سي بيتزا مثلا سي فود، وبيتزا فراخ، وبيتزا مثلا صدق مثلا، ثلاث حاجات. عنده ثلاث بيتزات، فالثلاث بيتزات موجودين، وهو عايز ان هو يبدا ان ايه ما قدامكش غير ان انت تختار من الثلاثه دول. ما تقدرش ان انت مثلا تعمل بيتزا فراخ مثلا على ايا كان يعني، على صدق براحتك يعني، عايز تعك اعمل اللي انت عايزه. فهو ما عندوش الاوبشن ده في المطعم، فهيعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها بيزك بيتزا،
هنعمل كلاس اسمه مثلا بيزك بيتزا. البيزك بيتزا دي عباره عن بيتزا ما لهاش اي اضافات، ونبدا ان احنا نخلي الاضافات موجوده في المنيو. يبقى انا باخد بيتزا واقدر ان انا احط الاضافات، او يبقى عندي برده البيتزات اللي هي الريكومنديشن يعني، أو المطعم يقدر يعمل ريكومنديشن لبعض البيتزاز اللي عنده مثلا اللي هي الانواع الطبيعيه المتعارف عليها، وفي نفس الوقت لو عايز يمسك بيتزا ويقدر يضيف عليها اي اضافات. احنا عايزين نحقق الحاجه دي، فبقى عندنا اضافات في المنيو، بقى عندنا ايه، بقى عندنا البيتزا بتاعتنا موجوده في المنيو. فبالتالي احنا كده نقدر نعمل اي كاستم بيتزا. يعني لو عندك بيزك بيتزا تحط عليها اي اضافات انت عايزها، فاليوزر يقدر يعمل الكاستم بيتزا اللي هو عايزها باي بالطريقه اللي تعجبه او اللي هو ممكن يبقى عايزها يعني. طب نبدا، خلاص بقى خلصنا من الكلام اللي هو بتاع البيتزا والاكل والقصص دي كلها، نبدا نخش بقى ايه على الكلام اللي هو بتاعنا بقى، اللي هو بتاع الكود والبرمجه والكلام ده كله. يعني احنا هنفترض ان احنا عندنا مثلا لو انت مثلا في حته زي ستاربكس او ايا كان يعني، فعندك في بيفرج اللي هو مشروب معين، عندنا في بعض الانواع من المشاريب، في اللي هو الهاوس بلاند والدارك روست والاسبريسو والديكاف مثلا. يعني فنفترض ان دي مشاريب. انا ما بقعدش في ستاربكس فما اعرفش حاليا يعني، ما اعرفش، ممكن قدام اعرف الحاجات دي، بس انا عارف مثلا الاسبريسو والدارك روست. المهم يعني، فبصينا على الاسبريسو مثلا، فانت عايز تضيف حاجات على الاسبريسو مثلا، سين انت عايز تضيف، انا مش عايز اقول ايه الاضافات اللي بتتحط عشان انا ما اجهل هذه الاشياء يعني، انا ما. المهم يعني ان احنا عندنا انواع المشاريب البيزك دي هي في الاخر بيفرج ماشي. احنا عايزين نضيف عليها اضافات، زي ان انت عايز تحط مثلا زي مثلا عايز اسبريسو مثلا باللبن، انت عايز اي حاجه. فاحنا نعمل ده ازاي؟ عندنا الاسبريسو دوت عباره عن مشروب بيزك عادي خالص، وانا اقدر احط عليه اضافات. طب الاضافات دي هي تعتبر ايه؟ هي تعتبر حاجه بنسميها ديكوريتور، يعني انا بزين بيها المشروب الاساسي بتاعي او المشروب البيزك بتاعي او البيتزا البيزك بتاعتي. ف لازم يبقى فيه زي كلاس موجود فوق خالص كده اللي هو اسمه بيفرج ابستراكت كلاس، او ممكن نسميه مثلا انترفيس او ايا كان. حاجه بس تبين لي ان انت والله عشان يبقى اسمك بيفرج او عشان تتعامل معامله البيفرج لازم يبقى فيك ديسكريبشن وفيك ايه فانكشن اسمها جيت ديسكريبشن كوست ماشي. فبكل بساطه هيبقى عندنا في الديكوريتور بتاعنا. الديكوريتور هيبدا ان هو ايه، هيبدا ان هو اكستند او امبلمنت على حسب انت شغال انترفيس ولا ابستراكت كلاس يعني. البيفرج على حسب الكلام ده بيديبند على الديزاين بتاعك، انت عايز تحقق ايه في الكود بتاعك يعني. فاحنا مش ده الكونتكست اللي هنشرح فيه فرق بين الانترفيس والابستراكت كلاس يعني. فبكل بساطه احنا كل اللي عايزينه ان احنا نقدر ان احنا نحط اضافات. الفكره ان الديكوريتور ده بكل بساطه هو بيصنف الديكوريتور هنعامله اكنه مشروب. تمام. ليه هنعامله اكنه مشروب؟ عشان اقدر ان انا اوفق ما بين الاوبجكتس وبعضها، وابدا ان انا يبقى عندي اقدر اتعامل مع الديكوريتور على انه مشروب، فاقدر ان انا احسب له كوست او اقدر ان انا احسب له ديسكريبشن. بمعنى هنشوف الكلام ده في الكود يعني اكتر، بس انا بحاول ايه ابسط الامور في الاول كده. بمعنى ان انا والله اي ديكوريتور هو بالنسبه لي عباره عن بيفرج، هو عباره عن مشروب، هو عباره عن في الاخر حاجه تصنيفها ان هي بيفرج، عليه عندها المواصفات بتاعه البيفرج ماشي. بس كل اللي هيفرق هنا ان احنا يبقى عندنا ايه، الديكوريتور بتاعي ده ما بيبقاش مشروب بيزك، بيبقى حاجات مثلا زي الميلك والموكا والسوي والويب كريم اللي هو بيتحط على المشروب بتاعنا. فيبقى احنا بالنسبه لنا المشاريب البيزك موجوده، وعندنا في الاضافات بتتعامل على انها مشروب، يعني بتتعامل بالنسبه لنا في البرمجه على انها مشروب. وهنفهم ليه حاجه زي كده هتفيدنا قدام، لان انا ساعتها هقدر والله لو الميلك ده بيفرج زي ما هنشوف في الكود كمان شويه، فهو الميلك بس كل اللي زاد فيه ان هو عنده ايه، بياخد انبوت بس كده، بياخد بارامتر وهو بيتكون ان هو بياخد بيفرج جواه. يعني الميلك ده ممكن تاخد جواه بيفرج، فالبيفرج ده ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى البيزك، الحاجه البيزك بتاعتي. فاقدر ان انا اعمل كومبوزيشن او اقدر ان انا اركب حاجات كتيره فوق بعضها عن طريق ان انا ايه، ان هي كلها بالنسبه لي بيفرجز، فانا بالتالي اقدر ان انا ايه اعملهم كلهم، يعني حاجه قريبه مثلا من البوليمورفيزم او كده يعني. بس هنفهم الكلام ده اكتر في الكود. وده يعتبر بالنسبه لي زي رابر برضو، يعني هو الديكوريتور بتاعي ده هيبقى زي رابر. ليه؟ لان انا قلت ان انا عندي الميلك ده جواه في بيفرج ماشي، يعني جواه في ريفرنس البيفرج. يعني ايه؟ يعني الميلك دوت بيتضاف على حاجه، بيتضاف على ايه؟ بيتضاف مثلا سي على الدارك روست مثلا، فانا الدارك روست حطيت حواليه ميلك، بعد كده ممكن احط حواليه موكا مثلا، او احط حواليه بعد كده صوي. فانا ينفع احط حاجه حواليها حاجه حواليها حاجه حواليها حاجه. طب الحاجه اللي انا بحطها دي بتعمل ايه؟ هي اكنها بتضيف لي فيتشر زياده للاوبجكت بتاعي. يعني انا الدارك روست باي ديفولت ما فيهوش ميلك، فانا عايز اضيف له ميلك، فهحط له زي رابر او ديكوريتور. الديكوريتور دوت لما هيتحط على الدارك روست بتاعي هيضيف له فيتشر جديده، هيبقى في حاجه جديده اتضافت في الدارك روست. طب انا ليه ما احطش الميلك ده جوه الدارك روست؟ هنفهم ايه الديزاين الترناتيفز كمان شويه، بس ده احسن ديزاين بالنسبه للكونتكست ده، وهنفهم ليه ده يعني ده يعتبر افضل ديزاين في الكونتكست اللي احنا فيه ده، وليه الحاجات الثانيه مش المفروض ان احنا ايه نستخدمها، وايه عيوب الحاجات الثانيه يعني. فده يعتبر رابر برضو في الاخر زي الايه، زي الاثنين اللي فاتوا اللي شرحناهم يعني.
امتى بنستخدمه؟ لما انا بقى عايز اضيف اكسترا بيهيفير ات ران تايم instead of using static inheritance. يعني انا بدل ما انا عندي كلاس اسمه بيتزا ومنزل منه 3-4 انواع للبيتزا، ماشي، لا انا عايز اعمل حاجه كاستم، فانا هعمل برضو ابستراكت كلاس اسمه بيتزا، ماشي، وطالع منه انواع بيتزا، وطالع منه ديكوريتور بيتعامل على انه بيتزا، ماشي، او على انه بيتزا كومبوننت، يعني عشان يبقى ايه، يبقى الكلام دقيق يعني. وبعد كده اقدر ان انا ايه، اقدر ان انا اد بيهيفير للبيزك بيتزا دي، ماشي، يعني بيتزا اللي هي البيزك دي اقدر ان انا اد بيهيفير ليها واد فيتشرز ليها او اد كومبوننتس او يعني عايز اضيف اي حاجه ات ران تايم والبروجرام بتاعي شغال، يقدر الشخص اللي قاعد على الكاشير ان هو يقوم ايه، يحط اي اضافات، والاضافات دي لما تتحط نقدر ان احنا نحسب ايه، نحسب الكوست ونحسب الديسكربشن بتاعتنا تبقى بتاعت الكومبوننت متكون من ايه وهكذا. برضه لو عندي فاينل كلاس ما ينفعش ان انا اعمل له اكستند، انا ممكن استخدم نفس الديزاين باترن ده، وفي نفس الوقت بيساعدني في ان انا ايه، اقدر اريوز الكومبوننتس اللي موجوده. يعني انا دلوقتي لو بقى عندي بيتزا نوعها جديد، بيزك بيتزا جديده مثلا او كومبوننت جديد، اقدر ان انا استخدم الديكوريتور على البيتزا الجديده. يعني مثلا انا عندي بيزك بيتزا، بدل البيزك بيتزا مثلا عندي بيتزا بانواع معينه، مثلا بيتزا صدق، بيتزا جمبري، بيتزا، ان المطعم ده هيعمل بيتزا جديده مثلا، فحط البيتزا الجديده اللي هي بتكستند برضه نفس الابستراكت كلاس، فانا ممكن على البيتزا الجديده استخدم الكومبوننتس اللي انا ايه، اللي انا موجوده عندي كديكوريتورز برضه تفضل موجوده، فده بيساعدني في حته الريوز، وهنشوف الكلام ده برضه في الكود هيبقى اوضح بكتير. حاجه من الحاجات اللي بتستخدم ديكوريتور في حاجه اسمها الجافا اي او، اللي هي بتساعدني في حاجات كتيره قوي، في منها كلاسز كتيره قوي، والموضوع بيبقى معقد، بتحس ان هو في كذا كلاس نازل، او في كذا في انهيرتنس موجود، وفي نفس الوقت في حاجات تقدر تحطها از ديكوريتورز. فلو عايزين تبصوا على الكلام ده ممكن تقروا في الجافا، دي حاجه، ده مثال للايه، للديكوريتور ديزاين باترن يعني. ممكن دلوقتي نبدا نبص على الكود. لو جينا نبص على الكود ببساطه، احنا عندنا هنا في حاجه اسمها بيتزا كومبوننت، ده الانترفيس بتاعي، ده اللي هو والله انت عشان عاملك كبيتزا كومبوننت لازم انت تكون بتمبلمنت الانترفيس ده، وعشان تمبلمنت الانترفيس ده وعشان اعاملك كبيتزا كومبوننت لازم يبقى عندك حاجه اسمها كوست، احسب من خلالها الكوست بتاعك انت ككومبوننت قد ايه، ولازم يبقى عندك ديسكربشن عشان توصف لي انت ايه ككومبوننت. انت بيزك بيتزا فانت عباره عن مثلا بيتزا وعليها صوص وعليها مش عارف ايه، انت شريمب فانت عباره عن فرايد شريمب، ولا عباره الديسكربشن بتاعت الكومبوننت بتاعي عامل ازاي. فيبقى عندنا في كلاس اللي هو اللي اسمه البيزك بيتزا، ده بيمبلمنت البيتزا كومبوننت، وفي نفس الوقت بيرجع الكوست بتاعه اللي هو مثلا سي 10 جنيه ولا 10 دولار ولا ايا كان، وبي اوفر رايد الديسكربشن فبيرجع لي البيزك بيتزا، ماشي، دي الديسكربشن بتاعت الايه، بتاعت البيزك بيتزا. والبيزك بيتزا از يعني او امبلمنتس ا بيتزا كومبوننت، ماشي، هي تعتبر في الاخر بيتزا كومبوننت يعني. فممكن الابستراكت كلاس ده، سوري الانترفيس ده ممكن نحوله بابستراكت كلاس، ونحط فانكشنز بقى ايه، ما تكونش ابستراكت مثلا، يعني تكون فانكشنز احنا بنحتاجها في كل الايه، في كل الامبلمنتيشنز، فعشان يعني نشجع حاجه زي الريوزنج والكلام ده. بس مش قصتنا برضو، دي حاجات ليها علاقه بالاو او بي يعني اكتر. طيب عندنا برضو هنا الشريمب كومبوننت. الشريمب كومبوننت دوت برضو ايه، برضو في نفس الوقت بيمبلمنت الايه، البيتزا كومبوننت. الشريمب كومبوننت هو عباره عن بيتزا كومبوننت، حاجه بتتحط على البيتزا، فلازم يبقى ليه كوست، ماشي، ولازم يبقى ليه ايه، لازم يبقى ليه ديسكربشن. هنا بقى التركيه اللي موجوده في الايه، هنا التركيه اللي موجوده في الايه، في الديزاين باترن ده. التركيه اللي موجوده في الديزاين باترن، ثواني بس اعدل المايك. التركيه اللي موجوده في الديزاين باترن ده ببساطه ان الكومبوننت اللي هو الشريمب كومبوننت ده بيقدر ياخد جواه بيتزا كومبوننت. يعني ايه ياخد جواه بيتزا كومبوننت؟ يعني لما اجي اعمل انيشاليزيشن للكلاس اللي هو اسمه شريمب كومبوننت، لازم اباس جواه بيتزا كومبوننت، ما ينفعش يبقى عندي كومبوننت طاير في الهواء كده، ماشي، لازم الكومبوننت ده يبقى ايه، محطوط على ايه، محطوط على بيتزا كومبوننت، او بيخش له بيتزا كومبوننت. ليه بيخش له بيتزا كومبوننت؟ لان ده هيساعدني في الكومبوزيشن كمان شويه، هنشوف احنا ازاي هنركب الاوبجكتس دي على بعضها. انا عندي بيزك بيتزا عايز اركب عليها الشريمب كومبوننت، فهعمل ده ازاي؟ بان انا اخلي الشريمب كومبوننت يتركب عليه بيزك بيتزا. فعشان يتركب عليه بيزك بيتزا لازم يبقى في مدخل موجود في الشريمب كومبوننت ادخل منه البيزك بيتزا، عشان اعرف استغل ايه، ان انا احط الشريمب دوت على البيزك بيتزا. فلو بصينا هنا هنلاقي ان الشريمب كومبوننت فيه كوست وفي ايه، في ديسكربشن. بس هنا اللي اختلف في الشريمب كومبوننت عن الايه، عن البيزك بيتزا، ان البيزك بيتزا بترجع ثمنها بس وبترجع الديسكربشن بتاعتها، بس الشريمب كومبوننت زي ما اتفقنا هو لازم يبقى محطوط على حاجه. فعشان يبقى محطوط على حاجه لازم انا اعمل مدخل اللي هو الانبوت بتاعي او الكونستراكتور بتاعي بتاع الشريمب كومبوننت، لازم ادخله بيتزا كومبوننت اللي هي مثلا ممكن تبقى البيزك بيتزا او ممكن تبقى كومبوننت تاني، ماشي. فلما انا اجي ادخل الكومبوننت ده جوه اقدر ان انا احسب ايه، اقدر ان انا احسب الكومبوننت اللي انا دخلته ده، احسب الكوست بتاعه زائد الكوست بتاع الكومبوننت اللي انا فيه دلوقتي اللي هو الشريمب كومبوننت. بمعنى انا عندي الشريمب كومبوننت وحباص هنا بيزك بيتزا، ماشي، فانا كده بقى عندي بيزك بيتزا تمام وفيها الشريمب كومبوننت. طب انا عايز احسب التوتال كوست بتاع الحاجتين دول، انا ركبت الحاجتين دول على بعض كده بالطريقه اللي احنا عملناها بالكومبوزيشن اللي احنا عملناها دي، فاركب الحاجتين على بعض. طب عايز احسب الكوست، فعشان احسب الكوست بكل بساطه هقوم جايب ايه، احسب الكوست بتاع البيتزا كومبوننت اللي موجوده دلوقتي، اللي هي البيتزا كومبوننت دوت الكوست اللي انا دخلتها كانبوت في الكونستراكتور، ماشي، وفي نفس الوقت اقوم ايه، جامع عليها الايه، السعر بتاع الايه، السعر بتاع الشريمب كومبوننت بتاعي.
نفس الكلام في الديسكربشن برضه هطبع الديسكربشن بتاعه البيتزا كومبوننت اللي موجوده دلوقتي، اللي هي ان هي تطبع لي البيتزا كومبوننت، وازود عليها ان انا ايه بقى عندي الشريمب. فهو بس ايه الفكره هنا في الكومبوزيشن، ان انا اخدت حاجه وركبت عليها حاجه تانية. تمام. معلش اعذروني لو الاضاءه باظت فجاه لان النور قطع، ف يعني هكمل الفيديو بالوضع ده لحد ما النور يظبط تاني. طيب ممكن نحط ستريبس كومبوننت برضو. الستريبس كومبوننت دوت هياخد ايه برضو، هياخد بيتزا كومبوننت، وفي نفس الوقت ايه هو يعتبر بيتزا كومبوننت، وبالتالي انا اقدر ان انا في الستريبس كومبوننت ادخل شريمب، والشريمب ده ممكن يكون جواه فيه ايه زي سلسله كده. يعني عندي ايه، عندي الشريمب لو انا عايز اتتبع السلسله، لو انا عندي مثلا بيتزا بالستريبس والشريمب ماشي، فعندي الستريبس دي موجوده، ده عك طبعا ما بيحصلش، بس عندي الستريبس موجوده، اخدت الستريبس، جوه الستريبس في ايه، في بيتزا كومبوننت اسمه شريمب، جوه الشريمب في بيتزا كومبوننت اسمها ايه، اسمها بيزك بيتزا. يبقى انا كده كان عندي سلسله ربطتها ببعضها كده ماشي، ربطت ده بده كانها ريكيرجن مثلا او حاجه زي كده. وانا بالتالي عايز اعمل بيتزا، هعمل ايه، هحول كاستم بيتزا بتساوي، او عامل شريمب كومبوننت، الشريمب كومبوننت عايزه ايه جواها، عايزه بيزك بيتزا او عايزه اي كومبوننت تاني. يعني ممكن هنا بدل الشريمب كومبوننت ده اعمل له راب ايه، مثلا احنا عندنا هنا ستريبس كومبوننت، فاعمل هنا ستريبس كومبوننت، واقوم مدخل جواه ايه، الشريمب بتاعي بكل بساطه. فكده بقى عندي ايه، بقى عندي بيزك بيتزا حواليها رابر بيضيف لها فيتشر، اللي هي فيتشر دي اللي هي جمبري يعني، حواليه رابر بيضيف فيتشر، يعني طبعا بيضيف على التوتال بتاع الكلام ده، بيضيف ستريبس. التوتال بتاع الكلام ده ايه، اللي هو مجموع ثمن البيزك بيتزا مع الشريمب، وفي نفس الوقت ايه النورجا، وفي نفس الوقت في الستريبس كومبوننت بتاعي. تمام. يبقى انا مجموع البيزك بيتزا، البيزك بيتزا ليها ثمن، بعد كده دخلت البيزك بيتزا دي جوه الشريمب كومبوننت، فبقى المجموع بتاع الثمن بتاع الاثنين، بعد كده قمت دخلت الاثنين دول جوه الستريبس كومبوننت، فبقى المجموع بتاع الثلاثه لما اجي اطبع هيطبع لي المجموع بتاع الثلاثه. فده كده الكود، واتمنى ان هو يكون كان ايه واضح ولذيذ. نكمل بيت فولز اند نوتس. طيب احنا ما ينفعش ان احنا نستخدم الكلام ده على سبيسيفيك كومبوننتس، احنا عندنا يعني احنا بندمند هايلي على الابستراكشن. يعني ايه، يعني الموضوع بالنسبه لي الكلاينت في الاخر شايف ايه، الكلاينت في الاخر بيتعامل مع ايه، بيتعامل مع حاجه من نوع، يعني انت لو جيت هنا تقول له قول لي والله التايب بتاع الحاجه دي ايه، مثلا لو عملنا الت انتر هنا كده قلت له ايه سبيسيفاي تايب اكسبليسيتلي، هيقول لي والله ده عباره عن بيتزا كومبوننت ماشي، او ممكن اقول ان هو عباره عن ستريبس كومبوننت، يعني مش تفرق، بس هي ستريبس كومبوننت هي بيتزا كومبوننت، بس هي في الاخر ده انا ممكن الكلاينت بتاعي يتعامل مع الكلام ده على انه بيتزا كومبوننت في الاخر ماشي. فالكلاينت مش فاهم ايه اللي بيحصل، مش دعوه ماشي، هو مش دعوه بالقصص دي خالص. وبالتالي لو انا عندي كومبوننت معين مثلا عايز اعمل عليه ايه، عايز اعمل عليه خصم او عايز اعمل عليه حاجه معينه، ساعتها هيبقى فيه لفه في الموضوع ده. يعني مثلا لو عايز اخلي الستريبس دي البيتزا اللي هي اللي بالستريبس يكون عليها ديسكاونت معين، فانا لازم هيبقى عندي شويه شغل كده ايه ان انا اعمله عشان الموضوع ايه، الموضوع زي ما اتفقنا ان الكلاينت بيتعامل مع ده على انه بيتزا كومبوننت، هو بيريلاي على الابستراكشن، هو شايف ان دي ايه حاجه عباره عن بيتزا كومبوننت، فلازم اي حاجه تكون بيتزا كومبوننت يتعامل معاها عشان لما اجي اعدل في الكود قدام تفضل البيتزا كومبوننت تفضل ان هي بيتزا كومبوننت. طب انا عايز حاجه كاستم، يعني لو انا عايز حاجه مثلا تكون ايه سيل ستريبس بتاعتي دي عايز اعمل فيها فيتشر زياده مالهاش دعوه بالديكوريت، يعني مثلا عايز احط خصم على الستريبس كومبوننت، فساعتها هيبقى في لفه لازم اعملها، يعني مش هيبقى الموضوع ستريت فورورد. ليه؟ لان انا ساعتها هبقى محتاج اتعامل مع الستريبس كومبوننت از اي ستريبس كومبوننت، لازم يفضل ستريبس كومبوننت، اتعامل معاه ككلاينت ان انا ابقى شايفه كستريبس كومبوننت، مش شايفه كايه كبيزك بيتزا. وعشان اشوفه كبيزك بيتزا او عشان اشوفه كبيتزا كومبوننت سوري، يعني لازم يكون في كل الحاجات اللي بتمبلمنت بيتزا كومبوننت فيها المواصفات دي. طب لو ده في مواصفه زياده مختلفه عن بقيه الحاجات، ساعتها انا لازم ايه، ساعتها لازم اتعامل معاه باسمه، اتعامل مع الستريبس كومبوننت از ستريبس كومبوننت، وبالتالي ابقى خسرت المميزات اللي انا باخدها من ايه، من الديزاين باترن بتاع الايه بتاع الديكوريتور. اتمنى الحته دي تكون واضحه يعني. برضو عندنا a lot of small classes، يعني احنا لو تاخدوا بالكم بقى كل اضافه هاجي اعمل لها كلاس، فدي برضو حاجه يعني من الحاجات اللي لازم تفكر فيها في الديزاين بتاعك. في نفس الوقت احنا ممكن بدل ما نعمل اللي هو strips component of shrimp component of basic pizza، بدل ما احنا عاملين الكومبوزيشن بالشكل ده، ممكن نستخدم حاجه زي الفاكتوري او البيلدر ديزاين باترن، كنا شرحناهم في الكريشن ديزاين باترن، وهحاول احط لكم لينك في الديسكربشن يوضح لكم حاجه زي كده ممكن تتعمل ازاي او اكزامبل يعني. وفي نفس الوقت قلنا خلاص قصه ان هو ترانسبيرنت للكلاينت. شكرا ليكم، اتمنى يكون الفيديو كان بسيط. لو عندكم اي اسئله في الكومنتس قولوها، اعملوا لايك وسبسكرايب وشير. انا حابب ان انا اشير الكونتنت وحابب ان الناس تتعلم اكتر، ولو حاسين ان في حاجه غلط، في حاجه مش ممكن تكون تتحسن، انا بحب ان انا اسمع اقتراحاتكم. وشكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.